يعني الليلة طويلة والسنة كتيرة جدا جدا جدا، خليك هادي. قرارات نارية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وفوز الأهلي بالدوري أمام الزمالك. ازيك يا صديقي؟ أولا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان كل الكلام ده بيفرق معايا. كابتن محمود الخطيب رسميا قرر إقالة لجنة التعاقدات، إقالة السكاوتنج، إقالة لجنة التخطيط. قرارات الكل شايف إن هي بداية العودة للطريق الصحيح، لأن التلات لجان كانوا تقريبا مش بيشتغلوا، ما بيعملوش أي جديد، بل بالعكس بيدبسوا النادي الأهلي في صفقات ومشاكل، وما قدموش المردود اللي مطلوب منهم. ورسميا مجلس إدارة النادي الأهلي بيوافق على إدارة الكابتن ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لفريق الكورة. الناس اللي قالت ان الخطيب بيضحك عليكم، الخطيب مش هيمشي، الخطيب هيخربها، اهو ان هو مش موجود في الصورة المرحلة القادمة نهائي. الراجل بيقول لهم انا مش موجود. الكابتن ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ هم اللي هيديروا. فيا ريت الجمهور يرجع يقف جنب الفرقة. هم 6 ماتشات، عايزين كلنا نبقى ايد واحدة عشان ناخد الدوري. طيب، في ظل الظروف دي وفي ظل عودة سيد عبد الحفيظ، انا ما بفتكرش حاجه غير دوري 2019 وهو دوري سيد عبد الحفيظ. هتقول لي دوري سيد عبد الحفيظ، هقول لك ايوه، دوري 2019 بتاع لاسارتي هو دوري سيد عبد الحفيظ. فاتمنى ان الناس ترجع تقف جنب النادي تاني عشان الدوري ده ان شاء الله هيبقى زي دوري 2019. بص سيد عبد الحفيظ كان بيقول ايه؟ يعني الليلة طويلة والسنة كتيرة جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا. يعني هتنفعل كتير، يهمنا ان انت تكون موجود اصلا، ما تبقاش بعيد يعني. وزي ما قلت يعني انت لو الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه. اخي انا والله العظيم ثلاثة، انا برفع لك القبعة. اقسم بالله انت الجندي المجهول في الدوري ده، انت صاحب الدوري ده. فاتمنى ان الناس تدعم فرقتها وتحمي لاعيبتها الفترة الجاية. خلاص هو تروب مكمل معانا، شئنا ام ابينا هو مكمل لنهاية الدوري. فيا ريت بقى نقف جنب الفرقة عشان ربنا يكرمنا ونحاول ناخد الدوري. النادي الاهلي بيفوز على فريق الزمالك 3-0. 3-0. تسقط انت وتاريخك امام الاهلي. النادي الاهلي بيفوز ويقدر بيخلص المباراه النهائيه، ال3 مباريات النهائيه لصالحه تماما بدون خساره ولا مباراه. النادي الاهلي بيفوز بدوري كره الطايره وعقبال كره القدم ان شاء الله. يعني ان شاء الله يبقى خدنا طايره وقدم باذن الله.